أبو محمد السفراني. كنا نحن مرابطين عند كازيت قوصرة، واجت طيارة ضربت المحطة وما ضل عندنا، صارت ما في تواصل، بس وين في تجمعات مدنية صفي مدنية أو هذا، وصرنا شفنا العالم صارت تطلع وهربنا مع العالم، زتينا سلاحنا بالبناية لأنه هو ذخيرة ما ضل، وزتينا سلاحنا طلعنا مع المدنيين. طلعنا من أول حاجة طلعت أنا بين تخبيت بين النسوان، وكان عندي سلاح وما استرجوا يحكوا، وطلعنا ثاني حاجز السيارة اللي قبلنا خبروا عنا ووجه الديمقراطي. شو التعليم؟ وجهوا لي رسالة انه يتركوا سلاحهم، انه هاي مو دولة خلافة ولا دولة اسلام، هاي دولة قتلت المدنيين، والامراء كلهم يعطونا كل ما حدا بده يطلع المدني بده يطلع من بيت، انه اعطونا اوامر انه صفي كل شيء، واحد يطلع من الضرب انه هذا ارهابي ومرتد، يعني هذا هو مرتد، وانه يكون هو من البي او. طيب انتم ليش ما حاولتوا تهربوا من قبل ما توصل هاي القوات لمنبج؟ ليش ما حاولتوا تهربوا منهم او تستقيلوا من تنظيم؟ شو الترتيب؟ ليش؟ لانه قبل كانوا يعني كل شيء انه الحكم الاسلامي، وانه هذا نحن اسلام وكذا وقسل، ونحن جينا من سفيري ما عندنا لا شغل ولا شيء، صار يعطونا بالبدايه $400 لشخص، بعدين صاروا يعطونا $150، يعني اوهمونا انه في مبالغ كثيره، وبالاخير ما في الا $150 $155 لشخص، ومرات يعطونا ومرات ما في، يعني حتى الامراء كانوا ياخذوا كل المصاري.